بالسلامة ومرحبا بكم. شنو حوالكم؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بألف خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم حبيت نودكم بجاتو جو نوازيت وغاناج مونتي وشوكولا. تابعونا باش تعرفوا التفاصيل الكل. للجنواز بالفاكهة نستحقوا 7 كعبات عظم يكونوا بحرارة الغرفة، 150 جرام بوفريوة ولوز كنت عرشتهم في الفور وهروشتهم وخليت فيهم هكا حبيبات صغار، و100 جرام سكر حبيبات، و100 جرام سكر محور، 100 جرام فرينة، وزوز باكوات سكر فانيليا ورشة ملح. وكنت حضرت البلاطو اللي باش نحط فيه الجنواز، غلفته بالبابي كويسون كما تشوفوا هكاكا باش نلقاه حاضر. وتوا باش نبداو على بركة الله في تحضير الجنواز. حطيت توا العظم في العجانة، توا باش نحط نركضهم معاهم رشة الملح وزوز سكر فانيليا، ونقعد نصب السكر الحبيبات بالطريف بالطريف. توا نضيف السكر بشوية بشوية. توا كملنا ركضنا العظم وتضاعف حجمه وبيض معانا الخليط. غربلت الفرينة والسكر المحور وضفت لهم الفواكه وخلطتهم مع بعضهم، وتوا باش نضيفه بشوية بشوية للخليط. وكالعادة من لوطة الفوق باش ما يتحش معانا العظم. توا كملنا خلطنا الخليط الكل دخل في بعضه. توا باش نصبوه في المول اللي باش يدخل للفور. شوفوا ما شاء الله ما طاحش معانا العظم. ننفضوا شوية البلاطو باش نخرج منه الهواء، كان في شوية هواء. وكنت شعلت الفور على درجة 180 ما بين 40 و 45 دقيقة من الفوق ومن اللوطة. وتوا باش ندخل الجنواز للفور الطيب. للكريم باتيسير جو بوفريوة نستحقوا إيترا حليب، 3 باكوات بودر دو كريم جو فاني، 400 جرام زبدة حيوانية باش تجينا بنينة، واللي يحب يعمل بالمارغرين يعمل بالمارغرين، و6 مغارف سكر حبيبات، و150 جرام بوفريوة. وتوا باش نحط البوفريوة في الفور تتحمر لي بالكدا، يلزمها تتحمر بالكدا بالكدا كأنك باش تطيب عصيدة البوفريوة. وديجا انا عملت لكم الفيديو متاع البوفريوة، ترجعوا الفيديو متاع عصيدة البوفريوة باش تراو كيفاش نحمرها بالكدا بالكدا البوفريوة باش تعطينا الجو البنينة. وبعد باش نرحاها حتى تقر زيتها. وتوا باش نبدا على بركة الله في تحضير الكريم موسلين. اول حاجة نبدا بها هي باش نطيب الكريمة. صبيت الحليب وصبيت البودر دو كريم. توا باش نصب السكر وباش نحط نطيبها فوي. لازمنا نخلطو فوي، نحلو الساعة البودر في الحليب وبعد نحط نطيبها. توا طبت معايا الكريمة. شوفوا كيفاه، علاش انا حطيت 3 باكوات، نحبها تجينا عاقدة. توا نصبها ونلفها في الالفري ونحطها تبرد في الفريجيدير.
لازمنا نغطاها بالالفري باش ما تعملناش هكا الجلده من الفوق. غطيتها بالطريقه ذي. توا باش نحطها في الفريجيدير تبرد بالكدا بالكدا. وهكا تكون البفريوه لونها شوفوا كيفاه. ورد بالكم لا تحرقها. توا باش نرحاها حتى تقر زيتها. وهكا تكون البفريوه شوفوا قرت زيتها بالكدا بالكدا. وراني خليت فيها شويه قشور، ما نحيتوش القشور متاعها الكل، خليت فيها شويه باش تعزلنا النكهه. للغناج والشوكولا نستحقوا 400 غرام شوكولا و350 مليلتر من الكريم ليكيد. وتوا باش نبداو على بركه الله في تحضير الغناج. اول حاجه باش نقوم بها هي باش نسخن 150 مليلتر من الكريمه السائله. توا بعد ما وصلت الكريم ليكيد درجه الغليان باش نصبوها على الشوكولا. ونحركوها بشويه. توا ذبت معايا الشوكولا. باش تنجح لنا الغناج نقوموا بالطريقه ذي. ناخذ الكميه من الاول نذوبوا فيها الشوكولا وتوا نضيفوا الكميه الثانيه تاع الكريم ليكيد. شوفوا كيفاه تشعل ما شاء الله. توا باش نلفها في الالفري ونبيتها ليله كامله في الفريجيدير. ماذا بيكم اذا كان باش تعملوا بها الجاتو يلزمكم تعملوها قبل بليله تبيتوها في الفريجيدير وغدوه كان حين ربي تخدموا بها. نغطيها بالالفري بالطريقه ذي نلصقاها باش ما تعملناش القشره ونحطها في الفريجيدير. طبت معايا توا جنواس. شوفوا ما شاء الله خفيفه خفيفه ما نحكي لكمش. توا باش نلفها بالبابي سيليفون ونحطها في الفريجيدير حتى تبرد وبعد نعملوا لها المونتاج. خرجت الغناج والشوكولا من الفريجيدير بعد ما بات ليله كامله. توا باش نضربوا بالباتور وباش نزيدوا الباط نتاع النوازيت. باش نحي منه شويه ساعه باش نعمل بيه لي روزاس فوق الجاتو. شوفوا قوامها ما شاء الله كريمو. شوفوا ما شاء الله اللي نحيته من غير حتى ما ضربته بالباتور. شوفوا كيفاه يشعل يلقرا. شوفوا حطيت الباط نوازيت توا باش نركضها بالباتور. وهكا يكون قوام الغناج مونتي متاعنا بالقوم تاع البفريوه ما شاء الله. نجمو نغلفو بيه الجاتو نحطوه ما بين التيقان بالحق والبنه ما نحكي لكمش. خرجت توا الكريم موسلين من الفريجيدير بعد ما بردت على قليله تخليها 6 سوايع وماذا بيكم حتى كانت بيتاها ما يسالش. توا باش نضربها بالباتور بالكدا بالكدا وبعد باش نبدا نضيف لها الزبده بشويه بشويه وبعد نحط لها الباط نتاع النوازيت. توا بعد ما ركفت الكريمه ولات لي سمعايه. توا باش ندخل الزبده بشويه بشويه ونركضها. ويلزم الزبده بحراره الغرفه راهي ما كانش تقعد حبيبات. توا كملت خلط الزبده مع الكريمه ما شاء الله ولات كأني كريم وبور بياضت معايا. توا باش نحط الباط متاع النوازيت ونركضها.
توا كملت معايا الكريم موسلين ما شاء الله. شوفوا كيفاش كريمو وشادة روحها، معناها تنجموا تغلفوا بها القطو، معناها تحطوها بين التيقان ما شاء الله. والبنة متاعها ما نحكي لكمش، بنينة بنينة مش نورمال. علاش قلت لكم اعملوا الزبدة الحيوانية، راهي تجيبها بنينة بنينة. شوفوا ما شاء الله. توا باش نقوموا بالدريساج متاع الجاتو بعد ما باتت ليلة كاملة في الفريجيدير. حطيتها في السرسو متاعها ولفيته بالبابي كويسون. توا باش نشربها بالحليب معاه قهوة سريعة الذوبان. حطيت الكريم وبور في بوشادوي، وتو باش يسهل عليا الخدمة وما تشربوهاش برشا خاطرها بالفاكهة. توا باش نحط الكريم موسلين بالطريقة ذي باش تجينا متساوية. بعد نستويوها بطريقة هكا بالمغرفة. بعد ما استويتها توا باش نحط البخانة، عملته معاكم سابق في الفيديو. ناخذ الفواكه نذوب بالكراميل وبعد نحط الفواكه وبعد نحطهم على بابي كويسون كي يبردوا نهروشهم. هذا هو البخانة. توا حطيت الطبقة الثانية كيف كيف نحطوا لها شوية حليب ما نكثروش. توا باش نحط غاناج وشوكولا. كملت حطيت الغاناج وشوكولا. توا باش نحط الشوكولا. كنت عملت شوكولا على حمام مائي وحطيت فيها الجراندور وبعد حطيته على بابي كويسون وهروشته. راهو يجي بنين ويقعد كريستيون في وسط القط ويعطي بنة بنينة بنينة وذوق الشوكولا الجراندور. وهكا يكون. شوفوا كيفاه بالحق يعطي تقرميشة وما يبردش بكل. راهو في وسط القط خاطره ملفوف بالشوكولا. توا حطيت الطبقة الثالثة كيف كيف نسقياها شوية بالحليب. بالحق راهي الجنواز جات خفيفة خفيفة ما نحكي لكمش بالحق راهي. توا باش نحط الكريم موسلين. عملتها تاقة بتاقة كان لاحظتوا، تاقة موسلين كريم موسلين وبعد تاقة غاناج وشوكولا وبعد تاقة كريم موسلين. توا نحط البخانة ونكمل نحط الطبقة الاخرى. توا نكمل نسقي الطبقة الاخرى. وكيف تحطوا الطبقات انزلوا عليهم شوية. توا نغلفها شوية هكا بالكريم موسلين وباش ندخلها للفريجيدير حتى تشد روحها. نجموا تبيتها ليلة كاملة واذا كانكم مزروبين تحطها في الكونجيلاتور. خرجت توا القطو من كونجيلاتور. ماذا بيكم تبيتوه في الكونجيلاتور باش يساعدكم على الخدمة. واذا كان مزروبين حطوها على قليلة 4 سوايع. وتوا باش نكمل نغلفها بالكريم موسلين على الدورة من فوق ومن الجناب وبعد نكملوا بقية المراحل. والجناب من اللوطة الفوق بالطريقة ذي. شوفوا ما شاء الله التيقان كيفاه. وندوروا هكا الجناب باش نستوياها بالكدا. صدقوني الكريم موسلين ذي تجي حتى ما في المكرون اللي بذوق البوفريوة تجي ما بين
في المكرون نحطوه بنينة برشا راهي ومتماسكة. توا خذيت البخالان زدت هروشته بالكدا، مادامنا احنا حطينا في وسطها البخالان باش ندورها نغلفها من الجناب بالبخالان بالطريقة ذي. طريقة سهلة وبسيطة. ونلصقو هكا. تقعد الفاكهة كروستيون وبنينة، ما تبردش معانا الفاكهة بالطريقة ذي. كملت غلفت الجاتو بالبخالان. صدقوني 100 جرام بفريوة تهروشاها وتعملاها تعملوا لها الكراميل تمشيكم بالقدا في الجاتو. توا باش نعمل لي روزاس فوق الجاتو داير بالكريم شونتي. راهو باش نعملوا الفوقاني عملت كريم شونتي بالكريم ليكيد، وتوا نحط لكم المقادير في صندوق الوصف. نخليو فراغات خاطر باش نحط بيبي شوكولا ما بين كل روزاس وروزاس. شوفوا كيفاه. وهذوما البيبي شوكولا اللي باش نحطهم ما بين لي روزاس في البلون شوكولا. البلون شوكولا نوار يبيعوا فيهم في المغازات الكبرى. وطريقة التزيين كل واحد كيفاه، ما انا هاني نعطيكم الفكرة كيفاه تزينوا. توا ذوبت 100 جرام شوكولا نوار عليها 80 مليلتر من الكريمة السائلة باش نصبها في الوسط الجاتو. مادام عملنا احنا طاقة بالغاناج مونتي او شوكولا، توا باش نصبها وتدوروا هكا بشوية. توا كملت تزيين الجاتو. شوفوا ما شاء الله، وزينته بكعبات مكرون كنت حضرته. تنولي نهبط لكم الفيديو لاحق بذوق الشوكولا والنوازيت، وحطيت له الحشوة من الغاناج مونتي او شوكولا. شوفوا مادامنا الجاتو متاعنا بذوق الشوكولا والنوازيت. شوفوا ما شاء الله. وتوا باش نقدمه لكم في طبق التقديم. نقص لكم الجاتو ونوريكم التقان. وتوا حضرت معانا الجاتو ما شاء الله. شوفوا كيفاه خرجت مزيانها. توا باش نقصها لكم باش تشوفوها من داخل كيفاه. شوفوا ما شاء الله. وهكا تكون خبزة النوازيت ما شاء الله. شوفوا كيفاه التقان. شوفوا الغاناج شوكولا والكريم موسلين والشوكولا اللي من الفوق كريمو، والبنة ما نحكي لكمش. جربوها بالحق تستحق التجربة. وإذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش باش تعملونا ابوني وتحطوا جيم. وتوا ما بقالي كان باش نقول لكم في امان الله وبسلامة.